صباح الخير. النهارده هنعمل صينيه جلاش، بس ايه حاجه كده 2 في 1. يعني هيبقى نصها لحمه مفرومه ونصها جبن. هتشوفوا هنعمل ايه. دلوقتي عندنا لفتين جلاش تقريبا 700 جرام بالظبط، ودول تقريبا 8 كيلو لحمه متعصجه، ودي كوبايه زبادي كبيره بس احنا اللي عاملينها، معلقتين كبار زبادي، تقريبا هنا بتاع 5 6 معالق موتزاريلا حسب ما الصينيه هتاخد، وتقريبا هنا ده تمن جبنه رومي مقطعين، معلقه بيكنج باودر، وهناخد معلقتين زيت في التشريبه اللي احنا هنعملها. هنشوف هنعمل ايه. ناخد الزبادي سوري، ناخد الزبده، هناخد الزبده هنسيحها وهرجع لكم تاني هنشوف الاضافات. هنزود معلقتين زيت. احنا سيحنا الزبده بس علشان احنا مش عايزين نحطها سخنه على الجلاش، فهنبردها بقى. 3 معالق اهم زيت. ماشي. وبعدين هنحط اللي هو زبادي كده، بس مش زبادي قوي يعني، لبن بزبادي. خلاص كده. هنحط بيكنج باودر معلقة. دي بقى التشريبة اللي احنا هنحطها بين الجلاش وبعض كده. دوبنا الزبدة على الزيت على البيكنج باودر على اللبن بالزبادي، كله تمام كده. هنجيب الجلاش، شوفوا بقى هنعمل ايه. ورقتين اهو، براحتكم بقى، بعد ورقتين او كل ورقة اللي يعجبكم، يا نحط كل ورقة يا نحط كل ورقتين. احنا ايه هنعمل دي كده، بصوا نكملها كده وهندهن. هندهن كده بس ما ندهنش الصينية من تحت يا جماعة، ندهنها زيت، ما ندهنهاش من الخليط ده عشان اللبن ممكن يخليها تلزق، يبقى بوظنا الصينية. ندهن زيت بس تحت، ملوش علاقة بالتشريبة دي. بصوا، لو ورقة متقطعة ولا أي حاجة حطيها شغالة اهي، مش هتبان اهي ولا حاجة خالص. لو حتى فرافيل حطيها واسقيها ولا هيجرالها حاجة ومش هتبان. ده طبعا حاجات من الجاهزة اللي بتتباع في السوبر ماركت، مش قد كده. اللي بيبقى عند بتاع الكنافة أحسن بكتير، بس هو ده اللي كان عندي فهشتغل بيه، مش هيقول لأ. مفيش حاجة عندنا بتقول لأ. بصوا حتة برضو صغيرة اهي شغالة هنا برضو اهي. هنحط نكمل هنا، ممكن ندهن كده اهي. بالنسبة يا جماعة للتشريبة دي، لو حد عايز يحط كله زبادي يحط، شغالة وتبقى زي الفل. أنا بس عشان الزبادي خلص من عندي، محدش يوقف نفسه على شغل. طب أنا ما عنديش لحمة مفرومة، عملتها مرة بالسجق خطيرة. طب جزء سجق وجزء مفروم ماشي شغال. طب جبنة قريش متحوجة كده بشوية فلفل أخضر أو مثلا يعني مثلا، هتشتغل وتبقى برضه زي الفل. بس هنقلبها كده عشان التشكيل الخليط مختلف. بصوا بقى هنحط ايه الجزء ده لحمه. احنا طبعا كلنا بنعرف نعصج لحمه، انا بس ما برضاش عشان ما اطولش الفيديو عليكم، فبجهز الحاجه. فدي لحمه متعصجه عادي خالص، بصل وملح وفلفل وبهارات، وبنعصجها تمام. وما نزودش كتير يا جماعه، علشان لما بنزود بزياده
بيقع ما بين القطع كده، ما بيبقاش ظريف اثناء التقديم. بصوا خلي بالكوا احنا قلنا 2 في 1. عملنا ايه؟ عملنا نص الصينيه بالظبط. خلي بالكوا الصاج ده بيدي كميه عدد قطع تحفه تحفه. هيديكي اكتر من 24 قطعه، يعني عندك عزومه هتطلعي طبقين محترمين، جزء بالجبنه كانك عملتي صينيتين، جزء بالجبنه. عايزه سجق؟ اوكي، شكلي بقى، انا اديتك الفكره وانت شكلي. انا غسله ايدي يا جماعه وزي الفل، بس عشان الموتزاريلا مش هتنفع بالمعلقه اهي. صينيه هتشرفك قدام اصحابك، ولادك، حد من اصدقائك جاي يزورك مش عارفه تقدمي ايه، مع مثلا محاشي مع مكرونات، دي هتعمل لك طبقين حلوين جدا. بس هنكمل تاني عادي خالص. طبعا ما يهمناش ورقة مقطوعة مش ورقة مقطوعة ولا يهمكم. نغطيه بقى بالباقي ونرجع لكم. احنا خلصنا الصينية اهو، بس عشان ما ايه اكون ضيفة خفيفة عليه. دلوقتي انا جبت بيضة، يعني فكرت في اخر لحظة، انا كنت ساعات ما بعملهاش ببيض، بس انا فكرت المرة دي بقى هدخل معاها بيضة. بصوا معايا معلش هي بتتشال، بس هنظبط على قد البيضة. هنقطعها عشان لازم تتسقي وهي متقطعة، لانها وضع تاني خالص غير انك ما تقطعهاش، لازم تتقطع لازم. بصوا يا حبايبي احنا قطعناها 2 3 4 5 6 في 4 ب24 قطعة. هتطلع لنا 24 قطعة. هنسقيها، دي بيضة ملح وفلفل، وبواقي التشريبة زي ما هي هنكمل بيها. بصوا يا حبايبي انا حطيت شويه موتزاريلا كده خفيفه، وفضلت ورا الصينيه لغايه ايه اما كلها اتشربت، انما ما حطيتش بالامانه عشان المصداقيه، ما حطيتش اي حاجه، هو نفس التشريبه بس. قعدت اميل الصينيه يمين في شمال لغايه اما اتسقت كلها، وتشعيره موتزاريلا بس عشان الحمار. بس هدخلها على فرن 180 الحراره، وهوريها لكم بعد ما تطلع ان شاء الله. حبايبي الصينيه بتتحدث عن نفسها، ما خدتش ربع ساعة، ويمكن 5 دقايق كمان، يعني تقريبا يعني اكتر من ربع ساعة بحاجة بسيطة. 10 دقايق تحت، وتقريبا برضو زيهم فوق او اقل كمان. بصوا يا جماعة انا عندي ملحوظة صغيرة، لو التشريبة خلصت وعايزة لسه هتكملي الصينية تعملي ايه؟ هتعملي نفس اللي عملناه في الاول، حطي معلقة زبدة على النار، اول ما تسيح هتحطي عليها معلقتين زيت، وعليها شويه زبادي صغيرين تقريبا معلقه معلقه ونص، وهتحطي ربع معلقه بيكنج باودر، وهتقلبيهم وهتبتدي تكملي باقي التشريب. ما نقعدش نقول لا ده التشريبه خلصت، هنعمل نفس اللي عملناه في الاول. الفيديو بتاعنا النهارده، وارجو ما تنسونيش في لايك وشير، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. باي باي.